السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم ابو حسن من GFX Academy. النهاردة كنا اتكلمنا قبل كده على البينتينج باستخدام السمارت فيكتورز في نيوك 10، واتكلمنا ازاي تقدر تعمل ريموفينج لأوبجكتس موجودة عندك، بوينت سترايكنج في معظم الكرومات المستخدمة حاليا في حالة ان احنا هنعمل حاجة او خدعة معينة على الوش. بتحط دوتس للتراكنج بحيث ان اقدر استخدمها في التراك بتاعي بسهولة، وفي نفس الوقت اضيف للوش او اشيل منه اللي انا عايزاه. طيب دلوقتي عرفنا المرة اللي فاتت ازاي تتعامل مع السمارت فيكتورز بحيث ان انت تشيلها في اقل وقت ممكن وتدي لك النتائج المطلوبة بدون اي مشاكل. لكن افترض ان الفيديو بتاعك كان اطول شوية او كان فيه بوينتس اكتر من كده، فبيعمل لك الطريقة دي معاها مشاكل، وممكن تجيلك في الاخر وتلاقي في دوتس بدأت ما تظهرش بالنتيجة اللي انت طالبها او عايزها، فعايز تعمل ريفايننج للبوينتين دي. يعني مثلا ان الانيميشن ماشي كويس قوي 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 والبوينتس ماشية تمام لغاية فريم معين، ومن بعد كده انت عايز تستخدم بنت تانية بحيث تعدل فيها على نفس المكان وتخلي الفيديو يمشي معاها في بقية الفريمات. تمام. علشان تقدر تحل مشاكل بينتنج زي كده، اللي بنعمله هو تكنيك السبليتنج، او ان انت تقسم الفيديو بتاعك الى شوتس صغيرة. كل شوت بتستخدم فيه موضوع البنت وتظبطه بفريم معين، وبعد كده بتدمجهم كلهم مع بعض. طريقة السيجمنتس ديت او طريقة البارتس ديت او ان انت بتفصلهم ببساطة شديدة. زي ما عرفنا في المحاضرة اللي فاتت، احنا اخدنا خلاص السمارت فيكتورز بتاعت الفيديو والداتا بتاعتها والفيكتور ستور. هنمسك بقى الفيديو الاصلي ده ونقسمه مثلا لجزئين. تمام. فببساطة اتقسم عندي هنا الى جزئين. الجزء الاولاني من الفريم الاول لغاية 15 اللي هو كان الريفرنس بتاعي المرة اللي فاتت، والجزء التاني من 16 لغاية 24 اتعمل بالفعل فريم هولد. تعالوا نبص كده عليه لما اوصل واعمل كونكت. بص عندي هنا اتعمل بالفعل فريم هولد ويتشال فيها الماركينج، وهنا اتعمل فريم هولد تاني على 20. هنا كان فريم هولد بتاعي 7، وهنا الريفرنس فريم بتاعي كان 20، واتعمل البينتنج تمام. ايه المطلوب ان انا اضم دول مع بعض. بمعنى ان انا اقول له هنا عندي في الفيديو امشي ورا الفيكتورز والموشن بتاعتك واستخدم لي البنت ديت من اول فريم لحد ال15. بعد كده من الفريم 16 ل24 امشي بالبنت الجديدة دي. ازاي اترجم الكلام ده لغة نيوك ويفهم اللي انا عايزه اعمله؟ هعمل نفس اللي عملناه المرة اللي فاتت. همسك الداتا بتاعتي دي، تعالوا كده ناخد مكان شوية. تمام. ادي البنت دي واحدة في الاتنين لان الاتنين سورس فيديو واحد، فهستخدمها مع الاتنين. طبعا هحتاج السمارت فيكتور هنا. تمام. وهاخد منها كوبي برا كده، بيست تانية، واحدة لده وواحدة لده. طبعا بنربط السمارت فيكتور هنا والسورس بتاعي للبن تول. نفس الكلام السمارت فيكتور والبن تول. لكن لاحظ هنا الفريم هولد بتاعي 7، يبقى هقول له الريفرنس بتاعك 7. انما هنا الفريم هولد بتاعي 20، يبقى الريفرنس بتاعي 20 او 20. تمام. دي طبعا نقطة مهمة جدا. جميل. طبعا بعد ما طلعتهم هحتاج البري مالتبلاي زي ما عملنا قبل كده، فنقول له هنا بري مالتبلاي واحدة لدي
بري مالتبلاي تانية، واحدة للتانية. جميل. دلوقتي بقى ايه المطلوب؟ لو انا بصيت هنا كده، ادي الاولانيين اللي انا عايزاه يمشي بيهم لغاية 15، وده التانيين اللي عايزاه يمشي بيهم من بعد ال15، يعني من 16 ل24 فريم. ادمج بين دول مع بعض ازاي؟ واقول له يوقف هنا ويبدأ من الجديد ازاي؟ طبعا هحتاج الام merge، هدمج ال A اللي هي البنت مع الفيديو الأصلي. نشيل كل اللي تحتها ده كده، مش عايزة ده كله دلوقتي، أنا عايزة الفيديو الأصلي. كل اللي عندها ده يتشال خلاص. وتعالوا كده ننظم بس ايه، نقطة نظام كده. تمام. طيب الميرج ديت بالمنظر ده هتدمجها من الأول للآخر، وده اللي مش اللي أنا عايزاه. شايفين بدأت تبهدل الدنيا ازاي من بعد الفريمات اللي هي 22 وخلافه. انا عايزاه من عند 15 زي ما هو عامل كده وستوب. من ال16 بقى يبدأ يمسك من التاني. يبقى انا هروح للميرج واستغل اوبشن حلو قوي فيها جوه نود اسمه use lifetime، بمعنى المدة بتاعة الميرج دي هتفضل مفتوحة لامتى؟ اقول له مطلوب منك تشتغل من اول فريم لغاية 15 close. لاني انا رحت ل16، شايفين اللي حصل؟ عمل disable. ده معناها ان انت لما هتشوف العلامة دي معناها ان الميرج بيقولك I am disabled، انا مبقتش مفعل خلاص. زي ما احنا شايفين الفيديو رجع لأصله تاني بسبب رول موجودة او قانون معين انت اللي حاطه جوه نيوك. فبالتالي كده هيبدأ هو شغال عادي في الفريمات اللي قبلها، ويجي في اللي بعدها بمجرد ما يعدي الرول بتاعته disabled والفيديو رجع لأصله. في الحالة دي بقى هروح مستخدمة ميرج التانية الجديدة، واروح قايلاله ميرج ديت هتبقى عندك وتخلي ايه، لا سوري مش عندك، اعكس. هيبقى كده، هيبقى انت الباك وهو ده بقى الاصلي اللي هنمشي بيه. لما نبص عليه كده اهو، هو اللي هيستخدم بيه بقى مع الباقيين. بس في نفس الوقت مش عايزاه يتعطل لي هنا ويعمل لي مشاكل، فبرضو هستخدم اللايف تايم واقول له ما تستخدمش من 1 ولكن من 16. يبقى من اول 1 انت مش عايزاه لك يبقى لك وجود خالص. شايفين؟ يبقى طول ما انا عند اول فريم، لما يجي اوسع دي بس شوية كده، اول فريم ده disabled خالص. الاولانيين بيبقى ده disabled، التاني بيبقى ده enabled. stop. انا هنا ده مش موجود، من هنا ده مش موجود. بكده انا عرفت ان انا اقسم الشوتس بتاعتي وادمجها ببعضها، والدنيا تبقى ايه، ميسرة برضو باستخدام الفيكتور تولز. لكن خلي بالك من حاجة، ممكن من الفريم 15 لاحظ كده ايه اللي بيحصل. لو عملت زوم بصيت عند الدوت دي مثلا، شايف فيه بيحصل اوفست بسيط. ده بسبب ان دي منقولة من فريم للتاني بالظبط. لو حصل معاك حاجة زي كده، حاول تخلي المسافة اللي ما بينهم ما تبقاش مفصولة بالشكل ده، ادمجها شوية. يعني ممكن نوسع دي شوية تبقى فريمين 3 داخلين في بعض، بحيث ما يحصلش الاوفست ده، ما يبقاش من 1 ل15 بالظبط ومن 16 ل24. لا، ممكن دي مثلا تبقى من 12 ل24، بحيث يبقى في كام فريم في النص يدمجهم مع بعض، وبالتالي ما يحصلش الاوفست اللي حاصل عندي ده. طيب كده بنكون خلصنا كلامنا على الفيكتور ديتيلز. خلي بالك لما تحب تعدل في الشوت بتاعك
ده تكنيك حلو قوي قوي للشوتس الطويلة اللي ممكن يبقى فيها اكتر من بين تول. تاني حاجة لاحظ هنا الريفرنس فريم اللي بيختلف. تالت حاجة خلي بالك كمان من الفريم ديستانس اللي اتكلمنا عليه قبل كده، انه ممكن يفرق معاك في حالة طول الفيديو بتاعك او طول الفريمات، ممكن برضو يكون حل المشاكل كتير. اتمنى تكون الصورة وضحت بخصوص الفيكتور تولز واستخدامها في البينتينج للكرومات. بيعمل بتراكنج ويتبنت بمنتهى السهولة حتى مع المشاكل اللي ممكن تحصل في الفيديو عندي. ان شاء الله نتقابل قريب مع تيب جديدة في نيو. يسعدني استقبل اسئلتكم واستفساراتكم ومقترحاتكم على صفحة الفيسبوك او على الموقع. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.